القرين طبعا غني عن التعريف، لكن اللي ما نعرفوش ان في حاجات ممكن نعملها واحنا مش واخدين بالنا تتسبب في ان هو يأذينا، زي صديقتنا سمر. في بنت اسمها سمر كانت بتحب تبص لنفسها في مراية الحمام لفترات طويلة، وخصوصا قبل ما تنام. مش بتظبط شكلها، كانت بس بتقف وتتأمل ملامحها وجمالها. العادة دي كبرت معاها لدرجة إنها بقت تقفل باب الحمام بالليل وتفضل واقفة قدام المراية. مرة وهي مركزة في عينيها الشمال، حست إن عينيها التانية بتتحرك لوحدها. جربت تركز تاني ونفس الحركة اتكررت، بس المرة دي كان في حاجة جديدة. وشها في المراية بدأ يتحرك قبلها بثواني، مش مجرد خيال، لأ، كانت بتشوفه وهو بيلف راسه ناحية الشمال. قبل ما هي تفكر تعمل كده خافت، لأ، استغربت. بس اللي حصل بعدها خلى كل حاجة تتغير. في الليلة اللي بعدها وهي واقفة